السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا باحسن حال. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. بحبكم في الله، وصلوا على سيدنا النبي واذكروا الله. صباح الخير لو كنتوا بتشوفوني الصبح، ومساء الخير لو بتشوفوني بالليل. معاكم سمورة العمدة، ودي قناتي. اللي اول مرة يشوفني يشرفني انه يشترك معايا في القناة ويعمل لي متابعة وتفعيل الجرس عشان يوصلوا كل جديد كل يوم. انا بنزل كل يوم فيديو، ان شاء الله تستفادوا. فيديوهاتي وروتيناتي خفيفة ومش طويلة، وبحب اقدم لكم محتوى مفيد. طبعا يا حبايبي، اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا يا حبايبي هنبدأ النهاردة. طبعا رجعنا روتيناتنا تاني وفلوجاتنا الظريفة والخفيفة. هنعمل مع بعض فطار خفيف. طبعا في اليوم ده طبعا انا هعمل فطار خفيف جدا جدا. بالنسبة لي انا مش هفطر، تمام. طبعا اسماء كانت مروجة المطبخ على بيات، وطبعا انا كنت في الليلة دي تعبانة جدا، الضغط بتاعي تعبني ومش مرتاحة. فطبعا قلت انا مش هفطر اي شيء خالص. اول حاجة اشربها هي كوباية عصير برتقان كده يا حبايبي. معانا برتقانتين. طبعا البرتقان ده صيفي، والبرتقان الصيفي معروف ان هو بيكون حادق شوية عن البرتقان الشتوي، تمام، اللي هو بسرة وسكري والحاجات دي. اللهم صل على سيدنا محمد. قطعت برتقانتين كده وهحطهم في شفشق الخلاط، واحط عليهم 3 معالق من السكر وربع كوباية من المية، تمام. انا عايزاه مركز، مش عايزاه خفيف خالص ومش عايزاه مسكر، بس هنحط ريحة سكر خفيفة عشان لو طبعا حبيب شرب معايا ولا كده. هضرب كده طبعا البرتقان على الخلاط زي ما انتم شايفين، وركنته، صفيته وركنته، وهجهز فطار خفيف كده لابو حبيب. طبعا طلعنا من رمضان بقى، كل سنه وانتم طيبين. كان هافف عليه الطعميه كده. رحت جبت ب5 جنيه طعميه، وكمان قطعت طماطمايه وفلفل وخيار، وعملت كمان بيض. وزي ما انتم شايفين هحط جبنه ولانشون وكمان زيتون. طبعا يا حبايبي، اللهم صل على سيدنا محمد. ده فطار خفيف خالص يعني، بس مشبع. اللهم صل على النبي. بالنسبه لي انا بقى هصب العصير. طبعا انا عملت لحبيب وابو حبيب كمان عصير. في الوقت ده كانوا البنات نايمين لسه ما صحيوش خالص. احنا بقى قلنا نفطر احنا بدري. وزي ما انتم شايفين كده، انا ابو حبيب ما شربش عصير بصراحه، حبيب وانا بس اللي شربنا. بعدها كده، بعد ما شربت العصير وقعدت شويه كمان، وديت لابو حبيب يفطر، وجهزت القهوه. زي ما انتم شايفين كده، حطيت فنجان صغير ليا خالص، وهو كاسة كمان جنبي، وحطيت تمرتين كده. انا هاكل تمرة مع القهوة وهو هيفطر، تمام. وانا خلاص عشان انا مش عايزة اتعب معدتي النهاردة، يعني انا حبيت ان انا افطر يا حبايبي كده. اول حاجة اشربها هي العصير، اريح المعدة شوية، لان انا كل يوم بقوم الصبح اشرب قهوة او نسكافيه، قهوة او ما بشربش اي شيء غير كده للامانه. ما بصراحه الايام دي ما بفطرش الافطار الصحي. باكل كحكه، باكل غريبه، ممكن حته كيك، ممكن شوكولاته، معرفش ايه. فطبعا ده مش افطار صحي نهائي يا حبايبي. الفطار الصحي، وعلشان كده جسمي زايد. انا لما بفطر الفطار الصحي اللي يفيد جسمك، بيكون جسمي بدأ ينزل، وبكون وصلت للوزن المثالي. لكن انا جسمي زايد لان انا ما بفطرش نهائي فطار صحي، وما باكلش الاكل الصحي. طب هناكل اكل صحي ازاي يا ام صلاح؟ وهنفطر الفطار صحي ازاي؟ ان شاء الله هنبدأ مع بعض الفطار الصحي. الصيف داخل علينا، بيحب الاكلات الخفيفة يا حبايبي. اكتر الاكل بيكون عيش، مش الرز على فكرة ما بتخنش، بس لو كلتي ومشيتي على النظام المظبوط. المحشي ما بتخنش، بس تعملي محشي صح. طبعا كل الحاجات دي ان شاء الله هنبدأ نعمل بيها فيديوهات عشان نغير في فيديوهاتنا وروتيناتنا. وهنا كده زي ما انتم شايفين، انا كنت دخلت الغرفة دي طبعا اللي انا عاملاها في البرندة. كنت نقلت فيها البوفيه ده، وكنت استخدمت الأوضة اللي في بير السلم للفرن، ونقلت هنا بعض الاشياء. وطبعا طول شهر رمضان اي حد بيجيب حاجة من البنات، ابو حبيب، انا، اي حد بيدخل يرمي كله على بعضه، انتوا فاهميني، لضيق الوقت طبعا، واللي الناس صايمه، والمجهود اللي احنا كنا بنعمله. فكله بيدخل يرمي، محدش في دماغه ان هو يرتب ولا ينظم اي شيء. طبعا انا قررت طبعا ما ينفعش، الوضع مش حلو خالص وغير حضاري طبعا. وغير كده كل ما ادخل الغرفه انا مش عارفه اتحرك فيها اصلا، وادور على حاجه مش لاقياها، وكل ما افكر اجيب حاجه مش عارفه اوصل لها. فقررت كده ان انا خلاص فطرنا والحمد لله. قلت لا، انا ما بديهاش بقى، انا لازم يعني انظم كل شيء زي ما كان. مهما كان يا حبايبي البنات
وجيل الايام دي زي ما انتوا عارفين مش في دماغه تنظيم، ويا دوبك العيل بيعمل الشغلانه وبيجري يقعد على التليفون بتاعه او قدام التلفزيون، محدش في دماغه ان هو يرتب وينظم كده. طبعا ابو حبيب كان قاعدين ننكب في بعض، انتوا واخدين بالكم، ماسك لي العصايه جاي. اللهم صل على النبي. ولا عمره طبعا يقدر يضربني، صح يا ابو حبيب؟ لا مش يرضى، مش يرضى يضربني ومش يقدر برضه. لا مش لا مش تقدر. مش اقدر. ايوه لا مش ارض. شايفين؟ مش يرضى يا حبايبي يضربني طبعا. اللهم صل على سيدنا محمد. وبعدين احنا ما بنرش، احنا بصراحه انا بزعل جدا لما الاقي اي حد بيضرب زوجته. طبعا يا حبايبي بنت الزوجه ديت بنت ناس، ومش اي حد يعني، بلاش الاستهتار فيها. غير ان الرسول عليه الصلاه والسلام موصى على النساء، فيا ريت نعامل النساء بايه يعني، بما يرضي الله عشان ربنا. قوارير. رفقا بالقوارير. انتوا قوارير عشان تعرف بس، عشان تعرف بس، ده انت قوارير. انا هعرفك بعد ما اخلص الفيديو. اللهم صل على النبي. شايفين يعني مناكف بره الفيديو وجوه الفيديو، مش المشكله ان هو واقف مش بيعمل اي حاجه ومش مريح. المشكله انت لما مش نكفت فيكي تزعلي. والمشكله بقى ان هو لسه داجين شكله، علشان كنا رايحين بمشوار يا حبايبي، وقاعد مستعجل ومش عارفه ايه الراجل ده. مش عارفه هتوجع البيت. طبعا يا حبايبي اللهم صل على النبي. طبعا حبيت ان انا بقى زي ما قلت لكم نرتب كل شيء، نزلنا كل اللي كان في البوفيه ده، وبنشوف احنا ايه كده، دول ايه وده ايه، لان طبعا الكراكيب كتير جدا يا حبايبي. وطبعا اي علبه بتفضى بيخشوا يرموها، اي علبه تفضى يخشوا يرموها. طبعا انا شلت كل العلب اللي فاضيه ديت، ملهاش اي ريحه اللازمه يعني. مثلا اي حاجه مثلا بلاستيك كده برميها بصراحه، مش برميها في الزباله. انا يعني بدبجها كده وبديها لجارتي واقول لها بيعيها في الخردة. يعني لو جابت 10-20 جنيه يعني انا مسامحة فيهم للولاد الصغيرين يعني. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. لكن انا بصراحة ما برميش اي برطمان جزاز، اي برطمان جزاز او اي فوارغ جزاز انا ما برميهاش ابدا يا حبايبي. البلاستيك بس هو اللي بستغنى عنه. طبعا حفظ البرطمانات الجزاز ديت يعني حاجه كده جميله جدا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا يا حبايبي بتبقى حفظ الحاجه في برطمان جزاز بيدوم معاكي مده اطول. اهم شيء نعقم البرطمانات. تعقيم البرطمان بيكون عباره عن ان انت بتسخني الفرن كويس جدا 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 وتطفيه، وبتكوني غاسله البرطمانات وبتحطيها تتشمع او تنشف جوه الفرن السخن جدا ديت، بحيث ان هي يعني ايه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ان احنا اللهم صل على النبي. احنا قلنا ايه؟ الواحد تايه. لا اله الا الله. مش عارفه، انا مش فاكره يا ولاد انا كنت بقول ايه. لا اله الا الله. معلش اعذروني، الواحد والله دماغه فيها مليون حاجه يا حبايبي، وحياه ربنا الحمد لله على كل حال. طبعا ابو حبيب قاعد لي بالمنفضه ورايا، انا مش عارف المنفضه اصلا لازمتها ايه. الناس اصلا ما عادتش بتطلع المراتب. احنا كنا بنقول ايه؟ بنعقم البرطمانات، بنعقم البرطمانات يا حبايبي. معلش انا كنت تهت منكم كده في المشاغل اللي جوه دماغي. اللهم صل على النبي. طبعا هو ده طريقه التعقيم الصحيحه. زي ما قلنا بنسخن الفرن كويس جدا جدا جدا، وبنطفي الفرن، وبنكون غاسلين البرطمانات بتاعتنا وبندخلها الفرن السخن جدا تتعقم معانا. هنا كده طبعا انا كنت بشوف البصل اللي باجي عندي. هو ده بصل على فكره اللي انا خزنته طول السنه، مش يعني انا مش كان عندي اي بصل، هو ده اللي كان باجي عندي من السنه اللي فاتت. طبعا البصل الايام دي طلع. كل سنه وانتم طيبين. وهنبدا نخزن بصل ونشتري بصل جديد، وهو ده اللي كان فاضل. فانا قلت لابو حبيب خدوا ازرعوا لنا فوق مع الخضار اللي فوق، الخضره اللي فوق. وهنا كده كان في معايا ده دجيج بلدي يا حبايبي. الرده فيه زياده. طبعا انا بخليه عشان لما باجي اخبز عيش باخد منه مثلا طبق من الدجيج البلدي على مثلا كيلو من الدجيج الفينو. تمام. عشان خاطر العيش ما يبقاش ناشف معاكي، يبقى طري. لان الدجيج الفينو بس لما تخبزيه عيش طري بيكون ناشف جدا وبيشد معاكي. خلاص يا ريت ناخد بالنا من الحاجات دي كويس. هنا طبعا كنت اشترينا رز. انا شاريه رز انا
اللهم صل على سيدنا محمد. الرز ده طبعا انا ما جبتش رز شعير للامانه، لقيته هو يعني، لقيت لما تجيبي رز شعير وبالفرق بين الابيض اللي هو جاهز والشعير ان هو فرق حاجه بسيطه بيطلع معاكي فرغه تمام. فقلت طب وانا ايه يعني ان هو يعني مفيش ايه توفير في الموضوع يعني. فاحنا جبنا الرز ده وان شاء الله نجربه ويكون كويس. وعلى فكره هو رز عريضه اللي هي 104 لو انتوا عارفينه، رز مصري عريض، رز مصري حبايه عريضه تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا الشكاره من دي 25 كيلو، انا كنت جايبه 50 كيلو، والرز يومها كان على 19,000 يا ابو حبيب، كان على 19,000 خلاص. بس هما بيقولوا ان الرز نزل الوقتي، مش عارفه بصراحه. فطبعا اللهم صل على سيدنا محمد. فضينا كده ملينا الاستيليا بتاعتي اللي هي البلاستيك ديت وبغطيها، وهنا كده رصينا الغرفه وظبطناها. طبعا العجله الكبيره دي عجله صلاح ابني، فيها خبطه كده ابو حبيب ان شاء الله هيعملها. ورصينا كده الشوز ورصينا كل شيء، والاوضه بقت جميله وتحفه ورايقه، حاجه كده تخشي تفتحي نفسك. انتوا فاهمين انتوا؟ طبعا ما فيش احسن من الاماكن اللي منظمه. بحبكم في الله. كانت معاكم سموره العمده، والسلام عليكم.